كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكاة. أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. تخيلوا يا أبنائي كذا، تصوروا يا أبنائي أن الإنسان بهذه الأوصاف وجد. واحد صلاته مضبوط، صدقه تمام، تعامله مع الآخرين بهذا الرقي، بصلاته المضبوطة صلاة مودع ضبط علاقته بالله، وأصبح في كل صلاة بشوق للقاء الله، وبصدقه ضبط علاقته مع ذاته، وبعدم اعتداله على الآخرين ضبط علاقته بالآخرين. هذه الثلاثية يا ابنائي هي العلاقة الاجتماعية التي بموجبها يوجد المجتمع المدني الذي تبحث عنه البشرية منذ فجر التاريخ. المجتمع المدني ما هو؟ أناس يتعايشون على هذا النحو، أناس يتعايشون على هذا النحو. بالله يا ابنائي لو وجد هذا الفرد وأصبح هناك مجموع بهذه الأوصاف، هل ستفتح المحاكم؟ هل ستفتح أقسام الشرطة؟ لا يمكن. لأنه تخيل أنت لا تؤذيني وأنا لا أؤذيك، وأنت لا تعتدي علي وأنا لا أعتدي عليك، والأمور ماشية تمام. إذا وجد هذا المجتمع البشري، والأصل أن يوجد، لكن عند من؟ عند المتدينين. وتصبح تعاملك هكذا دين، مش خوفا من القانون ولا خوفا من الشرطة ولا لا، لكن تعاملك مع الآخرين دين لله سبحانه وتعالى. إذا وجد هذا المجتمع، وجد ذلك المجتمع البشري أو المجتمع المدني التي تبحث عنه البشرية، والتي ضرب له القرآن مثالا لطيفا يحتاج مطولات وأشروحات، لكن القرآن الكريم أعطاه 3 كلمات فقط. وضرب الله مثلا قرية، والقرية هو مجموع بشري مثلنا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. من أين أتى الأمان؟ أتى الأمان من هذه المواصفات للأفراد: لا أحد يؤذيك، لا أحد يكذب عليك، وعلاقة الناس بالله قائمة. فوجد الأمان الاجتماعي في القرية هذه. اطرح حاجتك هناك وتعال بعد سنة ستجدها هناك. بالله متى وجد هذا المجتمع البشري؟ ومن المفروض أنهم يوجدوا؟ إنه المتدينون المسلمون، لا بقوة القانون ولا بقوة السلاح. قرية كانت آمنة، أمان اجتماعي، تخرج من هذه القرية وأنت آمن على حقوقك، آمن على أبنائك، آمن على بناتك، أمان اجتماعي بكل معنى الكلمة. طيب، مطمئنة، طمأنينة نفسية عند أفراد المجتمع، لا في لا لوثات عقلية ولا أمراض نفسية ولا حالات من هذه. طمأنينة نفسية عند جميع أفراد هذه القرية. ولاحظوا النتيجة لهذا الأمان والطمأنينة: رخاء اقتصادي ليس لك فيه أي جهد، وإنما هو كرامة من الله سبحانه وتعالى. انظر لقوله تعالى: يأتيها، مش هي التي تذهب، يأتيها رزقها، ومش أي رزق، رغدا. لما تقرأ رغدا كذا يسيل اللعاب حقك. تصوروا بالله هذا المجتمع المدني الراقي، آمنة، أمان اجتماعي، مطمئنة، طمأنينة نفسية عند جميع الأفراد، يأتيها رزقها رغدا، ومش من فرصة واحدة، من كل مكان. بالله يا ابنائي لو وجدت هذه القرية في أي جبل من جبال الدنيا مع التقدم المدني هذا الذي نحن فيه،
سيعلم به أهل الأرض جميعا. الآن الأقمار الصناعية ما شاء الله ومسحها للأرض، وإذا استوت مشكلة في راسن، عندنا منطقة اسمها راسن الآن تسمعي بعد ساعة من البي بي سي. إذا وجد هذا المجتمع المدني الراقي، تتوقعوا ما الذي سينشأ عن ذلك؟ والذي نفسي بيده سيتمنى كل أهل الأرض أن يأتوا لهذه القرية ويعيشوا فيها. ولذلك اقرأ قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى؟ يوم القيامة. ما ليش معنى يوم القيامة أنه الواحد يتمنى لو كان مسلم، ما ليش معنى، خلاص انتهى الموضوع. لكن لو وجد هذا المجتمع البشري سيتمنى العالم كله أن يكون في هذه القرية، لأنها بهذه الأوصاف لهذا الإنسان الراقي ولهذا المجتمع الذي يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. ما في كثير من الشباب الآن يتمنى أنه يعيش مثلا في بلدة من بلد أوروبا، يظن أنه الأمر، لكن الأمر ليس كذلك. لا يوجد المجتمع الآمن المطمئن الذي يأتيه رزقه رغدا من كل مكان إلا إذا عاش أفراد هذا المجتمع هذه المعاني بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أختم هذه الخطبة بثلاث كلمات بلدي. دائما أنا أقول الشباب عندنا كذا بالقرية، أقول لهم: شوفوا، لا تكبروا الدين هذا ولا تخلونا عقبة قدامنا ولا حاجة. صلي فرضك، لا تكذبش، لا تعتديش على أحد، بس صلي فرضك، لا تكذب، لا تعتدي على أحد، وشوف الأمان اللي بيحصل لك والطمأنينة التي سيسكبها الله في قلبك. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة الطيبة المباركة أن يجعلنا بهذه الأوصاف، وأن يجعلنا مثالا للتدين الصحيح وللمجتمع المدني الراقي. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم إن إخواننا في غزة عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصيهم بيدك، ماض فيهم حكمك، عدل فيهم قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. أدخلهم مدخل صدق، أدخلهم مدخل صدق، أدخلهم مدخل صدق، وأخرجهم مخرج صدق، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم آتهم من لدنك رحمة، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. سدد رميهم، ثبت أقدامهم، اجمع شملهم، وحد كلمتهم، ألف بين قلوبهم، أيدهم بنصرك المبين على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. يا من تقذف بالحق علام الغيوب، يا من تقذف بالحق علام الغيوب، يا من تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وللصهاينة وحلفائهم وأعوانهم الويل مما يصفون. اللهم اغفر لنا في هذه اللحظة الطيبة المباركة، ولا تجعل لنا سيئة إلا محوتها وبدلتها حسنات. قلت ما سمعتم، وأقم الصلاة.